احلى صينيه دفا في الوقت اللي احنا فيه ده. الشتاء هجم علينا فجأة من غير اي انذار، فايه المنقذ بتاعنا اللي يدفينا؟ طبعا كرنب، باسهل وابسط طريقه هنعمله مع بعض في الفيديو، وهناكله مع مخلل الليمون. ميبقاش في حاجه ناشفه، فكده اصبحت الورقه عندنا متطبقه. فانا بلف الورقه كده رول، تمام، وباجي بقى اقطعها زي ما انا عايزه، الحجم اللي انا عايزاه. انا كده زي ما احنا شايفين قطعت الكرنبايه. انا على فكره جايباها كرنبايه صغيره خالص يعني. على بصوا، احنا بنجيب بعد كده حله على النار وبنحط فيها الماده الدهنيه اللي احنا عايزينها. عايزين نعمل زي ما احنا شايفين كده البصل بدأ لونه يتغير ذهبي فاتح، احط عليها التوابل وتغلي غلوتين، وبعد كده بطفي عليها وتهدى شويه واحط عليها كميه الرز اللي انا عايزاه. وده المكون اللي انا قلت لكم عليه، وبحطهم على كده على الرز وببدأ اقلبهم. بيدي طعم وريحة ونكهة جميلة جدا. حبة رز كده زي ما احنا شايفين كده. انا عارفة ان احنا كلنا بنعرف نحشي وكل حاجة، بس في ناس مبتدئة ما بتحبهوش وبتقول صعب، بس هو مش صعب على فكرة. كده احنا اهو بنبدأ ان احنا نحشي الصابع او ورقة الكرنب زي ما احنا شايفينها كده في منتهى السهولة. وبصوا ثابتة ازاي ومش طرية ولا اي حاجة، ومتناسقة مع بعضها اهي. خلصنا كده لف صوابع الكرنب كلها زي ما احنا شايفين كده. احنا كده خلاص رصصنا الحله على خلطه الخضار اللي احنا عملناه، وهنسقيها بقى بالشوربه. انا عندي مكعبين ماجي، انا هفرفتهم كده، انا مطلعهم في. انا حطيت الحله على النار، هي على نار عاليه، بس انا لو عندك سمنه فلاحي او زبده فلاحي تحطي على الوش معلقه او اتنين زي ما انت عايزه. انا ما عنديش سمنه بس عندي زبده، هحاول احط كده حتتين تلاتة كده فوق وطبعا محشي كرنب ما يحلاش من غير مخلل الليمون اللي بيحسسنا بجو الدفا وجو الشتاء زي ما احنا شايفين كده. والطعم ولا اروع من كده بجد، طعمه هيبهركم وهيبهر كل اللي هيدوقوا معاكم ومش هيحب ياكلوا الا من ايديكم. الطريقة وعجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب ودعوة حلوة من قلوبكم الجميلة، واشوفكم على خير مع فيديو جديد مع مسك وعنبر. مع السلامة.